معظمنا وهو ماشي بيقرا في بعض الأماكن جملة مهمة جدا بنقابلها كتير في الشوارع والحواري وعلى بعض أبواب المحلات والورش، وهي جملة الدين المعاملة. معظمنا قراها أكتر من مرة وأغلبنا لم يتوقف عندها كثيرا. والسؤال يا سادة، هو احنا فعلا شعوب متدينة وبنتعامل مع بعض زي ما بيقول الدين وما يرضي الله؟ طب خش كده سوبر ماركت واشتري أي سلعة، وادخل أي سوبر ماركت غيره أو بقال واشتري نفس السلعة، هتاخدها كل مرة بسعر مختلف. وبص كده على رواد المقاهي والحفلات، وبص على رواد المساجد والكنايس، واحسب الفرق بنفسك. ادخل كده أي مصلحة حكومية علشان تخلص ورقة، هتدفع. واللي يغيظك ان الموظف المرتشي ده ساعة الأذان تلاقيه عمال يتمتم بشفايفه ويسيب الشغل ويقوم يتوضأ ويصلي. ولا المدرس اللي ما بيشرحش الدروس في المدرسة ويفهم الولاد كويس، واللي بياخد درس عنده هو اللي بينجح، واللي ما بياخدش ياخد على دماغه ودماغ أهله ويستنزف فلوس الأب الشقيان بالباطل ويعلم ربنا بحالتهم. واللي يغيظك من هذا المدرس إن أول ما يدخل يدي الدرس في أي بيت، أول حاجة بيسأل عليها اتجاه القبلة منين، ويقوم يصلي. وتكون النتيجة يا سادة خريج حمار بتقدير جيد جدا. ده يبقى اسمه ايه؟ فاكرين راجل الدنمارك الملعون اللي رسم صورة مسيئة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا أيامها قامت ما قعدتش، واليوفط اتعلقت في كل مكان وعلى أبواب المحلات والسيارات والشوارع وظهور البني آدمين إلا رسول الله. هل صليت اليوم على رسول الله؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. طيب هقول لك حاجة، تعالى كده اعمل مشكلة مع واحد من اللي علق اليوفط دي، هيسيب لك الدين. بص على أي مشكلة بتحصل بين الناس وبعضيها، من بداية الخناقة أو المشكلة لنهايتها سب دين اللي هو دين الله. مش كل ده يعتبر كذب وغش ونفاق؟ يا سادة معظمنا كذابين. كان في مشهد في الفيلم رائع للجميل رحمة الله عليه محمود عبد العزيز، الأب وبين شريف منير الابن. في آخر الفيلم شريف منير بيقول لأبوه: أنت ليه يابا مش عايز تصدق إنك راجل أعمى؟